يا عم هو كده على طول بيتفزلك وعامل لنا فيها ابو العريف، سيبك منه. بقول لك صح يا اسطى، هو يعني ايه بيتفزلك او بيعمل لنا فيها ابو العريف؟ مش عارف. طب سلام انت دلوقتي، سلام. Don't play with her, don't beat it. احنا عندنا وجبة او صنف غذاء وارثينه من التراث الغذائي المصري القديم، عمره 5000 سنة وما زال شغال لحد النهاردة، من اكفأ مدعمات المناعة ومن اكفأ مضادات الكورونا او غير الكورونا، مثل الشلولو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة الشارع الألماني مع محمود التلباني. النهاردة فيديو جديد، عايزين نعرف يعني إيه أبو العريف. أبو العريف اللي هو لما شخص بيتفزلك، اللي هو مش عارف حاجة وبيفتي كده وخلاص، لازم يبين نفسه إن هو عارف كل حاجة. هو لو سألته في أي مجال هيقولك وهتلاقيه بيتكلم معاك وعايش. فهو دوت الشخص اللي هو بنقول عليه أبو العريف. فالألمان هنا هوت لما يحب يقول على شخص أبو العريف بيقولوا der besserwisser اللي هو أبو العريف، وأداتها der، فder besserwisser. وباللغة العامية بيقولوا عليه der klugscheißer. der klugscheißer، كلوك اللي هو ذكي، وشايزة احنا عارفينها، فعلى بعض بيتقال عليه أبو العريف. فلما تشوف حد كده متعجرف بيتكلم بدون وعي وبدون فهم وبيفتي كده هوت على طول على الفاضي والمليان، تحب تقول عليه أبو العريف، أو تقول له يا ابني بطل مثلا هب، بطل فتي، تقول عليه sei kein Klugscheißer. sei kein Klugscheißer. بس كده. فما تعملناش فيها ابو العريف، واعمل سبسكرايب للقناة وشير واعمل لايك لو عجبك الفيديو. بسم الله.